اللي احنا شايفينه دلوقتي مش مجرد جرح في شجرة، ده واحد من أهم الموارد الطبيعية في العالم. المطاط الطبيعي اللي في إيدك من كاوتش العربية لحد جوانتي العمليات، كل ده بيرجع لعصارة بيضة بتنزل من شجرة اسمها هيفيا برازيلينسيس. إزاي بيتجمع؟ المزارع بيجرح الشجرة جرح مائل، العصارة اللاتكس تنزل نقطة نقطة وتتجمع في طبق. الشجرة الواحدة في السنة كلها بتديك من 3 ل 4 كيلو مطاط خام، بس عمرها الإنتاجي يوصل ل 30 سنة. الأرقام المثيرة: العالم بينتج حوالي 14 مليون طن مطاط طبيعي سنوياً. تايلاند لوحدها مسؤولة عن أكثر من 35% من الإنتاج. سعر الكيلو بيتراوح من 31 ل $2، يعني الشجرة في السنة قيمتها السوقية لا تتعدى $7. بس لما تجمع ملايين الأشجار الصناعة تبقى مليارات. الاستخدامات: حوالي 70% من المطاط الطبيعي بيروحوا للإطارات، عربيات، شاحنات، طيارات. الباقي يروح لمنتجات طبية زي الجوانتيات وسدادات وخراطيم، وكمان أحذية وسيور ناقلة في المصانع. من الآخر، صعب تلاقي بيت أو مصنع في العالم ما فيهوش مطاط. المطاط الصناعي المنافس: في الحرب العالمية الثانية لما اليابان سيطرت على مناطق الإنتاج في آسيا، الغرب اخترع المطاط الصناعي من البترول. دلوقتي الصناعي عامل حوالي 60% من السوق، لكن الطبيعي لسه مهم جدا، خصوصا للإطارات الثقيلة والطيران، لأن الصناعي لسه ما يعرفش ينافس في القوة والمرونة. التحديات: مزارعي المطاط بيواجهوا مشاكل كتير. أولا، منافسة المطاط الصناعي اللي ساعات بيكون أرخص. ثانيا، أمراض الأشجار زي الليف بلايت اللي ممكن يدمر مزارع كاملة. ثالثا، تقلبات الاقتصاد: لو الطلب على العربيات قل، الطلب على المطاط كله بينزل. رابعا، العمالة: الجمع يدوي ومحتاج مجهود، والشباب في آسيا مش عايزين يشتغلوا في الزراعة. كل دي مشاكل. لكن ماذا عن المستقبل؟ هل المطاط الطبيعي هينقرض؟ طبعا لا، الطبيعي والصناعي هيكملوا مع بعض. الصناعات الثقيلة محتاجة الطبيعي، لكن في نفس الوقت العالم بيدور على بدائل مستدامة. في النهاية خلينا نتفق إن الجرح البسيط اللي بينزل عصارة من شجرة في غابة آسيوية هو اللي بيشغل مليارات الكاوتشات على طرق العالم كله. المطاط الطبيعي مش مجرد مادة، ده شريان أساسي للاقتصاد العالمي. إخلاء مسؤولية: المعلومات دي للتثقيف العام فقط، مش نصيحة استثمارية أو زراعية. أي نشاط اقتصادي معرض للمخاطر والخسارة، علشان كده لازم دايما تقرأ وتسأل أهل الخبرة قبل أي خطوة.